مش عارفين أنا مين، أنا ابن محمد رمضان. هل فعلا ابن نمبر 1 هيدخل دار الرعاية من بكرة؟ ومش هتصدقوا رد فعل رمضان واللي عمله بعد الحكم على ابنه. خلينا نقول لكم في البداية ان والدة الطفل اللي ضربه علي محمد رمضان قالت تصريحات صعبة جدا، زي ان ابنها تعرض لإصابات خطيرة واتحبس في الحمام. مش بس كده، دي قالت ان محمد رمضان لما جه عشان ياخد ابنه من النادي بعد المشكلة ضرب ابنها بالقلم على وشه. طبعا الدنيا اتقلبت بعد قرار المحكمة بإيداع ابن محمد رمضان في دار رعاية، لكن الغريب هو رد فعل ابوه والمحامي بتاعه. المحامي قال ان ابن محمد رمضان هو الضحية، وان الولد اتريق على لون بشرته. مش بس كده، ده قال ان حالته النفسية صعبة جدا بعد اللي حصل. الاغرب بقى هو رد فعل رمضان اللي بيحاول يبين انه مش مهتم بالحكم وبينشر اغانيه على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة هو مرعوب على ابنه وبيحاول يتصالح مع اهل الولد بكل الطرق دلوقتي عشان ينقذ ابنه